السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. ركز معايا النهاردة عشان هنتكلم في حاجات كتير جدا حصلت في الساحة الرياضية. أولهم عرض الشباب السعودي لمارسيل كولر اللي تخطى 8 مليون دولار في الموسم، وقوبل الطلب بالربط. ده أول موضوع هنتكلم فيه. تاني موضوع هنتكلم فيه كابتن هاني سعيد مدير الكورة بنادي بيراميدز اللي طلع وقال إن بيراميدز والزمالك إخوات. تالت موضوع هنتكلم فيه تصريح كابتن احمد الطيب او المعلق احمد الطيب لما طلع قال ان الاهلي بيكسب بالحكام. فهنتكلم في حاجات كتير، وكل اللي انا محتاجه منك انك تجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب موضوع مارسيل كولر والشباب السعودي لاخر الفيديو. هنبتدي نتكلم في تصريح كابتن هاني السعيد اللي طلع وقال ان بيراميدز والزمالك اخوات. ماشي، هو كل اللعيبه كلها اخوات وكل اللي شغالين كلهم اخوات، بس ما ينفعش كيان يكون اخ كيان في حين ان الكيان اللي بيقول ان الكيان التاني ده اخويا اروح اخد منه احسن ناس عنده علشان خاطر اضعفه وابقى انا اللي كويس، او ان انا اللي بلعب كويس في الدوري المصري. ازاي انت عايز تقنعني ان احنا اخوات وانت بتاخد مني اللعيبه، او انت بتسرق مني اللعيبه؟ خدت لعيبه من عندي، حتى ما فكرتش انك انت تشتريهم من نادي الزمالك، لا ده انت خدتهم عندك بعد ما العقود بتاعتهم بعد ما العقود بتاعتهم خلصت مع نادي الزمالك. يبقى ازاي انا اعتبرك انك انت ككيان اخويا؟ ده حتى الاهلي والزمالك اللي طول عمرهم منافسين لبعض، لما الاهلي بيفكر ان هو ياخد لاعب من نادي الزمالك بيعمل كوبري ليه، بيخلي الزمالك يستفيد بالمعنى الاصح، بيخلي الزمالك يستفيد بفلوس طالما اللاعب ده انا عايزه. بس طالما المنافس بتاعي مش هيبيعه لي دايركت، لا انا اجيبه من عن طريقي. بس ما احبش ان انا اخد لاعب من نادي عارفين انتوا الليله دي، هو ده النادي الاهلي. انما انت خدت 2 لعيبه من نادي الزمالك بعد ما العقود بتاعتهم خلصت وسحبتهم عليك. ازاي بقى عايز تقنع الجماهير ان بيراميدز والزمالك اخوات؟ والله هي دي وجهة نظري. انت بقى كزملكاوي عندك وجهة نظر تانية، حاجة تخصكم. زي برضو ما كنتوا مقتنعين بحاجات كتيرة في عهد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق المعزول، كنتوا مقتنعين بيه لدرجة ان كنت بتقولوا عليه ان هو ده الاسد اللي بيجيب حق نادي الزمالك لمجرد ان هو كان بيشتم في اي حد قصاده. انت متخيل؟ فانا قلت وجهة نظري في موضوع تصريح كابتن هاني السعيد. انت بقى عندك حاجة تانية، دي برضو حاجة تخصك وحاجة تخص الكيان اللي انت بتشجعه. انا بتكلم كوضع واحد اهلاوي بيتكلم على القطب التاني للكرة المصرية. نيجي بقى نتكلم على تصريح المعلق الرياضي احمد الطيب اللي طلع قال الاهلي بيكسب بالحكام. هنفضل لحد امتى نزرع في مخ مشجعين الزمالك ان الاهلي بيكسب بالحكام؟ يعني طيب، الموضوع فعلا زاد عن حده، الموضوع بقى اوفر. طب ماشي يا عم، انا واحد بكسب بالحكام في البطولات المحلية، طب انا باخد بطولات قارية ازاي؟ بالتحكيم برضو. طيب يا عم انا بكسب بالتحكيم في البطولات المحلية، وانت في البطولات المحلية بسم الله ما شاء الله في اخر 3 سنين انت واخد 2 دوري. طب انت في البطولات القارية عملت ايه؟ انا بتكلم كزمالك. يا جماعة، يا جماعة لو احنا ما استخدمناش عقلنا، اقسم بالله الكورة عندنا في مصر هتروح في 60 داهية. اديكوا شايفين حال الكورة المصرية او حال كرة القدم المصرية وصلت لحد فين. وخلينا اللي كانوا بيتفرجوا على ديربيات الاهلي والزمالك دلوقتي عادوا بيتنططوا على الاهلي والزمالك وبيقولوا تصريحات ملهاش علاقة اصلا بالواقع. بس ده ليه؟ عشان خاطر الكلام اللي بيقوله الاعلام الرياضي عندنا واللي بيزرعه في عقل جمهور نادي الزمالك. نيجي بقى على الموضوع الثالث والاخير، ان نادي الشباب السعودي بيقدم عرض
لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وعايز يديله، عايز يستعيد بخدماته ويديله في الموسم 8 مليون دولار. وكوبل يعني طبعا لما قدموا العرض لمارسيل كولر او لوكيل مارسيل كولر، كوبل اتطلب بالرفض، لان مارسيل كولر سعيد في تواجده مع النادي الاهلي. راجل هو شايف المستقبل، بيبص للمستقبل، قعد حياته كلها بيدرب مثلا انديه ومنتخبات، ما عملش بطولتين ثلاثه على بعض، او عمل ثلاث بطولات على بعض او بطولتين مع بعض. تخيل انت ان هو يجي النادي الاهلي 5 بطولات في سنه واحده. ده غير اللي انا حابب اوضحه، ليه دايما الانديه السعوديه فاكره ان الاهلي لو بيكسب سواء كان بمدير فني كويس او كان بلعيبه كويسه. في حاجه اسمها منظوم الكيان نفسه ما بيستقبلش موضوع الهزيمه بسهوله، وهو ده اللي منجح النادي الاهلي لحد دلوقتي. اي مدير فني، اي لاعب هيجي جوه كيان النادي الاهلي هينجح. ليه؟ عشان خاطر المنظومه والسيستم كله ماشي على خطى ثابته. انا نادي عايز احقق اكبر كميه من البطولات، يا راجل ده احنا كجماهير بنقول الاهلي بمن حضر. ليه؟ عشان خاطر لعيبه النادي الاهلي مش هي اللي بتلعب، ده تيشيرتات النادي الاهلي هي اللي بتلعب. ويجي نادي زي شباب السعودي عشان خاطر مارسيل كولر حقق 5 بطولات في سنه واحده، فانا عايز استعيد بخدماته علشان خاطر هو ده اللي هينجح المنظومه او هو ده اللي هينجح الفريق بتاعي في ظل اللي الانديه السعوديه بتعمله. طيب هيجي ازاي وهو اللعيبه عندك ما عندهاش ثقافه الفوز، ما عندهاش فكره ان انا احقق بطولات؟ ما هي الفكره لما بتيجي في اللاعب ان هو ده النادي اللي بيحقق بطولات، فبيجي بيعمل كل حاجه في الكوره عشان خاطر يحقق البطولات اللي النادي عايزه. فتخيل انت بقى لما يكون في نادي هو اصلا مش مستوعب ان هو ياخد بطوله، حتى لو جبت لعيبه العالم كلها في النادي ده، ولو جبت مدير فني عالمي، برضو مش هتوصل للمرحله ان هو انت تكسب بطولات. ده غير ان النادي الاهلي اصلا هو نادي بيتغذى بالبطولات، بيعرف البطوله فين وبيعرف يجيبها. انت كنادي بقى، كنادي الشباب السعودي، عندك الثقافه دي؟ لو ما عندكش الثقافه دي، فانت حتى لو جبت جوارديولا نفسه مش هتعرف تعمل معاه حاجه، مش هتعرف تعمل بيه حاجه. ولو جبت حتى نجوم العالم برضه مش هتعرف تعمل معاهم حاجه. هي الفكره كلها في ثقافه النادي نفسه. هل النادي عنده ان انا نادي لازم اتغذى بالبطولات، او ان انا نادي مش ينفع اسيب بطوله الا لما اكون انا المرشح الاول ليها؟ طبعا هو ده مجمل كلامي في موضوع مارسيل كولر ونادي الشباب السعودي. ودلوقتي وصلت طبعا لنهايه الفيديو، ويا رب الفيديو بتاعي يكون نال اعجابكم، واكون قدرت اوصل المعلومه للمشاهد اللي بيتابعني صح. ودلوقتي لو الفيديو عجبك ما تنساش تعرفني رأيك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.